ايه مواصفات جهازك؟ خلونا نبدا بالمعالج. عندي الاي 5 14600 كي، واللي دايما بقول عليه مبقاش معالج اقتصادي، ده بقى سفاح زي الاي 7 والاي 9. وموجود 4 رامات ليكزر ايرس، وكل رامه 16 جيجا، يعني التوتال 64 جيجا رام، وده عشان المونتاج حرفيا بياكل من الرامات. اما الهاردات موجود سامسونج 999 برو، وعندنا الان في 2 من كينج ستون، وكمان موجود الليكزر. وللاسف كل الهاردات عندي مليانه ومحتاج اشتري تخزين اعلى، بس الاسعار دلوقتي مبالغ فيها عند الوكيل الرسمي. ولو جينا للكولر، عندي الام اس اي ماج اللي هو فيرجن 2، ده كولر اقتصادي على قد الايد، فانا لو عملت على المعالج ضغط شديد هيوصل الحراره 100 درجه. والكولر ده كان نازل منه اصدار اول كان فيه عيب صناعه مشهور، وشركه ام اس اي سحبت الموديلات بتاعته من السوق، وقريب باذن الله هغيره. وبالنسبه للباور سبلاي، جابوا من ايفيجا 750 واط بلس جولد، بعشق خامات الشركه دي جدا، وهتلاقي الاسلاك بتاعتهم مبطنه. اما الكيسه، عندي الاكزيماتيك زيست سوبر تاور. الكيسه دي بتشيل كميه هاردات مش طبيعيه، عشان فيها كذا قفص من قدام اقدر احط فيها هاردات اتش دي دي او اس اس دي، وكمان في ظهر الكيسه فيها نفس الكلام. وفي حاجه مستفزاني قوي في الكيسه دي، ان هم سايبين لك مكان فاضي اقدر احط فيه منفذ تايب سي. طب انا هجيب منين السلك بتاع التايب سي؟ ليه بتوفروا اكزيماتيك؟ وطبعا دلوقتي تسالوا نفسكم هو فين كارت الشاشه من الموضوع ده كله. اخواتي اللي متابعيني عارفين ان انا كان عندي 3080 تي اي وبعته، وان شاء الله نجيب كارت شاشه جديد قريب. بس هي دي كل تجميعتي، ايه رايكم فيها؟